حسام اتمسك بعربية غالية جدا مسروقة في ولاية إلينوي الأمريكية. ايه اللي بيحصل؟ في واحد اسمه حسام، الراجل كان معاه العربية ديت عربية فخمة جدا، رولز رويز. العربية ديت كانت مركونة قدام مطعم كده في باركينج في أورلاند بارك في ولاية إلينوي الأمريكية، فاضية ومحدش كان راكب فيها. ولكن استوقفت الشرطة. ليه؟ ما كانش عليها لوح. الشرطة لما راحت تبص على الفي اي ان نمبر بتاعها اكتشفوا ان العربية مسروقة ومتبلغ عنها. فقعدوا استخبوا كده على جنب وقعدوا يشوفوا مين اللي هي جنب العربية. طلع المعلم وراح بالمفتاح بتاعه، فتح العربية ودخل جواها. الشرطة طبعا قبضت عليه. لما قبضت عليه اكتشفت حاجة كمان لطيفة جدا. لقوا فيه لوح جوه العربية. اللوح ديت مسروقة من عربية اودي 2006 من ولاية إلينوي الأمريكية، وموجودة جوه العربية. كمان في عدة بتاعة تركيب لوح وحاجات زي كده جوه العربية. فخدوه طبعا، احتجزوه، حطوا عليه تهمتين، واحدة منهم فالاني والتانية مزدمير. مشكلة كبيرة جدا. هو دلوقتي تم الافراج عنه، عنده طبعا محكمة لسه هيروحها. انا حقيقة اتمنى من كل قلبي ما يكونش سارق العربية ويكون في سوء فهم والموضوع يبان. عموما في كذا نقطة في الموضوع. اول حاجة، خلينا نتكلم عن العربية ديت اصلا من تكساس، وكانت مشحونة لنورث كارولاينا، وهي غالبا اتسرقت في الطريق. العربيات بشكل عام لما تيجي تشتريها، العربيات المستعمله هنا في الولايات المتحده الامريكيه، محتاج ان انت تشيك على الفين نمبر بتاعها، الفي اي ان نمبر. في مواقع كتيره بتعمل تشيك على الموضوع عشان تعرف ايه تاريخ العربيه ووضعها بالظبط، عشان ما تشتريش عربيه مسروقه. لان انت لو اشتريت عربيه مسروقه بتدخل نفسك في مشكله. لو انت خدت التايتل والكلام بتروح تسجله على طول، عشان لو في مشكله في العربيه تبان. القصة ان انت مش ممكن تخسر فلوسك بس، لا، انت كمان ممكن تلبس في جريمة كبيرة بسبب حاجة زي كده. فخلوا بالكم يا جماعة، وربنا يسلم الجميع. شاركوا برأيكم على الموضوع. تحياتي لجميع لؤي العاصي من نيوجيرسي. مع السلامة.